السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه سهل وسريع خالص، حاجة كده بيتي من غير اي ادوات، من غير مضرب، من غير خلاط، من غير اي حاجة خالص. هتعملي احلى جاتوه وسهل واقتصادي وسريع جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنحط بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليها نص كوباية من السكر، هحط نص كوباية من المية او الحليب المتوفر عندك، هحط كمان ربع كوباية من الزيت النباتي، وهحط كمان باكت من الفانيليا. هقلب كده كل المكونات مع بعض. طبعا احنا دلوقتي بنحضر الكيك اللي هنعمل منه الجاتوه. الجاتوه ده سهل جدا وبسيط قوي، واي حد يقدر يعمله حتى لو ما عندكيش اي امكانيات في البيت او اي ادوات تعملي بيها حلويات. هقلبه كده كويس جدا مع بعض. ده كده المكونات السائله من غير بقى مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه، بالمضرب اليدوي عادي جدا. بعد كده هجيب كوبايه من الدقيق. الكوبايه دي انا شلت منها معلقتين كبار مليانين من الدقيق، وحطيت بدلهم كاكاو خام. تمام، هوريكم دلوقتي نوع الكاكاو اللي بستخدمه. وهبدا انخلهم كده، لازم ننخلهم كويس جدا على المواد السائله اللي عملناها مع بعض في الاول. ده كده نوع الكاكاو اسمه دريم، حلو جدا جدا. هو والكاكاو الاسباني، الكاكاو الاسباني هتلاقوه بيتباع كده سايب عند العطار. هحط كمان معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، وطبعا الدقيق ببقى حاطه معاه ذره كده صغيره من الملح. هقلب كده كل المكونات في اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم يكون في اتجاه واحد او من تحت لفوق، ما ينفعش نفضل رايحين وجايين عكس يعني نيجي في الاتجاه ده شويه والاتجاه التاني شويه، لان كده انتي بتهبطي الكيك معاكي، وكمان مش بتطلع معاكي طريه كده وهشه. لكن التقليب بيكون في اتجاه واحد كده لحد ما توصلي كده للقوام المظبوط وما يكونش فيه اي تكتلات. طبعا الكيك او الدقيق بيختلف من نوع لنوع. تمام، فهي الكيكه معايا هنا احتاجت شويه ميه صغيرين، فحطيت لها ميه كده لحد ما وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. ممكن هي ما تحتاجش معاكي، بس هي احتاجت معايا كده ايه، معلقه كده كبيره مليانه من الميه، لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. كده كده الكيك بقى جاهز معايا وحلو جدا. هو ده القوام المظبوط اللي انا عاوزاه. بعد كده هنجيب صينية كبيرة مقاس 20 في 30. تمام، وهنبدأ ندهنها كده كويس بالزيت، وبعد كده هنحط عليها ورقة زبدة، وهندهن ورقة الزبدة نفسها كمان بالزيت، لان ورق الزبدة زي ما قلت لكم قبل كده المتوفر اليومين دول يعني برضو بيلزق. تمام، فلازم برضو ندهنه بالزيت. بس هو طبعا بيسهل معانا كتير في ان احنا نشيل الكيكة من الصينية وانها تكون متماسكة كده معانا. هنزل فيها كده كل كمية الخليط، وطبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هدخل الكيك على الرف اللي في النص، مش بياخد وقت خالص، حوالي من ربع ساعة لحد تلت ساعة بيكون استوى معاكي وزي الفل. بتختبريه كده بخلة في منتصف الكيكة، ولما بتستوي بتطلعيها على طول. بعد كده هبدأ اعمل الكريمة اللي هنحشي بيها الكيك. فجبت معايا كوباية من الكريم شانتيه، وهحط عليها حوالي ربع كوباية من الكاكاو الخام، وهنحط عليها حوالي 4 معالق كبار من السكر. انا دلوقتي عامله نص الكميه اللي انا لسه قايله عليها، لان انا كان عندي كميه كريمه متبقيه قبل كده في التلاجة، فهستخدمها مع الكريمه دي. لكن هي المقادير المظبوطه: كوبايه كريمه عليها نص كوبايه سكر بودره، تمام، او 4 معالق كبار هرميين، وعليها كمان معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام. تمام. طيب انا دلوقتي هضرب المضرب الكهربائي لان هو كده كده متوفر عندي، يعني مفيش مشكله. تمام، لو انت مش متوفر عندك المضرب الكهربائي هتعملي ايه؟ هتبداي تضيفي الميه المتلجه او الحليب المثلج شويه بشويه صغيرين خالص، وتضربي بالمضرب اليدوي جامد جدا في اتجاه واحد لحد ما يعمل كده قوام فومي كده وعالي معاكي. تبقى كده تمام جدا. يعني ممكن تحضريها بالمضرب اليدوي مفيش اي مشكله، بس اضربي كده جامد جدا لمده 5 دقايق. تمام، كمان الميه او الحليب بتضيفيهم شويه بشويه صغيرين خالص لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. بعد كده بدأت احضر صوص شوكولاتة سهل برضو بسيط، وهنعمله هنقلبه بالمعلقة عادي جدا دلوقتي من غير برضو اي ادوات. انا حطيت نص كوباية من السكر البودر، حطيت نص كوباية من الكاكاو الخام اللي انا لسه موريالكم النوع بتاعه، وحطيت كمان نص كوباية من الحليب. هبدأ كده اقلبهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني كميات متساوية من الكاكاو الخام والسكر واللبن الحليب. تمام، هقلبهم مع بعض كده كويس بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد كده ما يمتزجوا مع بعض كويس.
بعد كده معايا ربع كوبايه من الزيت، انا محتاجتش اكتر من ربع كوبايه، بنزل بيها تدريجي وانا بقلب، يعني بنزل بايد وبقلب بالايد التانية لحد ما اوصل كده القوام كده حلو جدا للصوص. زي ما انتوا شايفين كده قوام ناعم كده وانسيابي، وبتلاقوه كده بيلمع وحلو قوي. انا كمان بحب احط عليه فانيليا سايله، بتديله نكهه كده وريحه حلوه قوي. لكن لو مش حباها تمام مفيش مشكله، هو كده بيبقى حلو جدا جدا. كده صوص معايا جاهز، بركنه كده على جنب. وبعد كده الكيك معايا كان استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنختبره كده بخله في المنتصف الصينيه. تمام، بتلاقيه تمام معاكي. الخله طالعه كده نظيفه، يبقى هو كده تمام. بخرجه كده وببدا احط عليه الكريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده القوام كده اللي انا عاوزاه للكريمه، عاوزاه كده يكون بيتفرد معايا بسهوله، مش تقيل قوي لدرجه اني معرفش كده انزله وافرده كده بسهوله على الكيك. زي ما انتوا شايفين انا بفرد بالمعلقه من غير اي ادوات خالص، عشان انا مستخدمه صينيه كبيره قوي عن الصينيه اللي المفروض استخدمها. تمام. فالكيك معايا كده ما كانش مظبوط، او الصينيه نفسها ما كانتش مظبوطه. تمام، كانت مقعره كده شويه، فكان في جزء كده يعني ايه مش متساوي مع بعض، فانا شلت الجزء اللي مش متساوي ده مش عاوزاه. تمام، وخلتني مع الجزء المتساوي مع بعضه، فاهمين قصدي؟ وبدأت كده احط الكريمة واسويها كويس، وبعد كده جبت شوية من صوص الشوكولاتة اللي حضرناه مع بعض وحطيته على الكريمة بالشكل ده كده. ممكن كمان تحطوا كده شوية مكسرات، شوية شوكولات شيبس، اي حاجة كده بتحبوها في النص كمان. وبعد كده ببدأ الفه كده. طبعا ده مش سويس رول ولا حاجة، احنا بنلفه كده لفة عشوائي، حتى لو كيكة اتقطع معاكي مفيش اي مشكلة، يعني عادي جدا. لان احنا يعني مش بنعمل حاجة بروفيشنال قوي، فاهميني؟ احنا بنعمل حاجة عادية بيتي بسيطة جدا، مش سويس رول ولا حاجة. عجينة السويس رول بتكون مختلفة خالص عن الكيك اللي احنا عملناها، وكمان ليها كده تعامل وطريقة خاصة في التعامل، ممكن نبقى نعملها مع بعض في مرة تانية. هبدأ كده اخرج الكيك بين الورق بالشكل ده كده، بعد ما سيبته كده يريح في التلاجة حوالي نص ساعة عشان كده يمسك نفسه. وبعد كده هجيب الكريمة واغلفه كده من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بدهنه بالمعلقة عادي جدا. بعد ما ادهنه بالكريمة كويس جدا هدخله الفريزر لمدة 5 دقايق كده، الكريمة بس تشد معايا كده وتسقع. وبعد كده انزل عليه صوص الشوكولاتة اللي حضرناه مع بعض، ده اسهل واكتر صوص شوكولاتة اقتصادي ممكن تحضروه، سهل وبسيط وسريع جدا. تمام، من غير اي ادوات. بعد كده سبتها كده شويه صغيرين في التلاجة، ما سبتهاش كتير بصراحه، كنت عاوزه اقطعها. وبدات اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلوه قوي كده وبتديكي كده طبقات كده من جوه، وطعمها بجد خطير، لازم تجربوه. يعني طعمه حلو قوي قوي بجد، على قد ما هو بسيط وسهل على قد ما طعمه تحفه، وفعلا احلى كمان من الجاتو بتاع بره. وهبدأ كده اقطعه، وكل كده ما بقطع قطعة بمسح كده السكينة بين كل قطعة والتانية، وبنزل كده مرة واحدة، مش بفضل رايحة جاية، لا باخد القطعة وانزل بيها مرة واحدة. يعني باخد السكينة وانزل بيها مرة واحدة على القطعة، واطلع القطعة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هو عمل معايا حوالي 9 قطع. تمام. وبعد كده جبت شوية كده من الكريمة حطيتهم في كيس كده، او مع الوردة كده او الروزيتات اللي بنعملها على الوش دي، وحطيت كده كريز وخلاص. على كده سهل وبسيط، جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا على ضمانتي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة.